تعرفوا من سيباوي والكسائي أو لا؟ وسمعتوا بأقوى مناظرة نحوية في التاريخ؟ سيباوي يا جماعة هو إمام النحو، مبسط علم النحو. هذا كان يا جماعة داهية علم النحو، أخذ علمه من أحمد الفراهيدي ويونس بن حبيب أبي الخطاب الأخفش وعيسى بن عمرو. في هذه الأيام يا جماعة نشوف مناظرات الملحدين والأغبياء. تدخل تشوف المناظرات، الملحد يقول للغبي اذكر الله، هذا الملحد يقول للغبي، والغبي يقول للملحد من هو الله. شفتوا كيف؟ غباء مو طبيعي. لكن في هذه المناظرة بأخذكم لعالم مختلف جدا مليء بالفصاحة والبلاغة وقصة مأساوية خلدها التاريخ. في يوم من الأيام يا جماعة دعي سيباوي إلى بغداد في أيام خلافة هارون الرشيد. كانوا يلقبوا سيباوي بزعيم المدرسة البصرية. كان في واحد اسمه الكسائي، هذول الاثنين علماء علم النحو. الكسائي كان زعيم المدرسة الكوفية، سيباوي زعيم المدرسة البصرية. وزير هارون الرشيد كان يا جماعة جالس فارغ ما بيشبعه عمل. شال رسالة وندع رسالتين للكسائي وسيباوي، قال لهم تعالوا نسوي بينكم مناظرة واللي يفوز بنجيب له ذهب ودراهم لا تعد ولا تحصى.